هنعمل ايه؟ عندنا يا جماعه عايزين ما يمرقوش معانا. معاه وصل 10000 جنيه هو في الشارع. احنا بنطالب باعاده الحقوق. وانت حضراتكم بيطرب عايزين حقوق. جبنا من بره بيت عيد البحوث اسمعوني بقى. حاسين اللي في الاسلام قبضوا وطلبوا مني رشوه وطلبوا من عزة ناس موجوده رشوه. اسمه طلع عبد الله السيد مصطفى. اسمع يا مطار، اسمع يا مطار. استني بس. يافطه كده تتكتب. ايوه عايز بنطالب بطالب. مفيش ولا حاله من العربيات. يا ستي ولا حاله من العربيات ولا واحد كده يا جماعه. انت راجل منظم. يا راجل منظم مش ضد القانون. من شمجيه. اسمع مين مش هينفع صحيح. يا استاذنا بقول لحضرتك رابط القبض ازاي؟ معانا حقيقيه. لكن حقوق الانسان ممكن توصلنا؟ معانا حقيقيه ب4 سنين. حقوق الانسان الشقه. اقل حقوق الانسان مأوى يومنا وعيالك. يا عم يلا اشتركوا كلكم. يا استاذنا بقالنا 4 سنين بقول لحضرتك معانا حقيقيه وعايزين نشتغل مشروع محدش سأل عننا. المستحقين وغير المستحقين. يا استاذنا ماشي هتتعلمي تتعلم. يا استاذنا تشيلوها يا استاذنا فين؟ تشيلوها تاخدوا بالك. هنمشي فيها من غير ايه؟ من غير شتيمه. احنا ما من غير لا اسلوب. احنا ما اتكلمناش. لا احنا حضرتك مش ممكن طلع بس على اللي كاتب كتابه واخد تاريخ كتب الكتاب امتى؟ لو مش قبل الاستمارات ب3 ايام انا مش عايزه. وبيوم انا عارف الظالم المفتري عبد الحاد الظالم الظالم دلوقتي يا استاذ عبد يا استاذ رفيق هنا حوار طبعا الصحافه حقنا. خلي بالك دلوقتي يا استاذنا بقالنا بقول لك معانا حقيقه من 4 سنين. يا استاذ رفيق لا يا عم مش امرك في اي وقت. والله انتوا كده تروحوا موتال. طب والله انتوا تروحوا موتال كده. موتال كده تروحوا. بص كده المعساكر كده تروحوا. بص يا استاذ بص حضرتك كده بص حضرتك كده ده الكشف اسم جوزي منح الطالب مسكن بمشاركه الزوجه. ده امتى؟ ده من 2004. اللجنه ما زالت موجوده. رئيس اللجنه موجود. فوجئنا ان هم اخذوا 12 حاله 18 حاله في بلوك 2 و3 و4 وشالوا ال 12. طب ليه احنا اتشالنا؟ اصل انتوا لسه ما جاش عليكم الدار. انتوا بلوك 10. طيب احنا بقالنا 4 سنين. قالوا لنا ممكن تقدموا في المشاريع اللي جايه. قدمنا في مشروع زمزم قالوا لنا انتوا لكم الاحقيه لان انتوا مش من ابناء الملاك. فوجئنا بهم بقى ان هم عايزين حفظ بعد 2 سنين. طب ليه؟ انا اخد حقيه بعد الاحقيه ومش لاقيه سكن وقاعده في الشارع مستاجره والمجاره بتصف عليا وعامله بلاغ في الاسم ومبلغات في الحي وعامله فاكسات للمحافظ وفاجئ ان انا باخد حفظ وانا مرميه في الشارع. ليه؟ لما انا مانيش لاقي حل. بعد اذنك 2008 واحد كاتب كتابه ازاي ياخد شقه. واللي ازاي معاه ياخد شقه وكاتب كتابه واللي معاه عيال ما بياخدش شقه. انا بايع عقد الصوم دي والسفره والانتريه علشان اجمد ال 10000 جنيه. تيجي طبعا تطلب مني فلوس اللي هي المتابعه. صلى على النبي. ما ادتهاش قامت عامله لها حفظ لابني. صلى على النبي. انا دلوقتي انا شقه السلام جنبيك. شقه ابويا كمان. اللي معاه طبعا شقه ابويا بنت على وش جواز بنت عروسه وقعدنا في مشكله مع اهلي. كان مسرحهم اللي هم مدير يتكلم مسرحهم ب 5000 جنيه. ما 5000 جنيه. ما تسمعني بس بالله عليك. دلوقتي انا جواز 96 عندي عيلين. عيل عنده 9 سنين وعيل 7 سنين. فضلت قاعد مفروش 10 سنين. بعت اوضه النوم ونزلت قعدت عند نسيبي تحت. تمام. يجي الباحث يقول لي لا ده الشقه اللي انت كنت قاعد فيها دي بتاعتك. باحث اسمه محمد هلال وقبضه طلب 1000 جنيه وخد 1000 جنيه وجاي بيقول لي الشقه دي بتاعتك وكاتب كده صعب بالحفظ ان هو لم ياتي بمستند ان الشقه غير ملكه. يجي يديني الشقه دي ومش عايز حاجه. بس ده حق ولا لا؟ الوقت انا اجيب مستند وهو ما يجيبش مستند. مش شغله انه يقول لي هي بتاعتي. تمام. امانه عليك الصوت ده يوصل. والله انا عرضه والله حسن عبد الرؤوف برضه ابيض شال ورقنا وحط ورق ناس ثانيه. شال الملف وحط ملف ثاني. اخدنا احنا حفظ وحط الناس اللي قبضوه اخذوا سكن واحنا ما اخذناش سكن. جواز 2008 و2007. الناس اللي بتمثلنا بتوع مجلس الشعب اللي قاعدين في القاهره
دول ناس مش مجدلين في الشعب ومش في حد. قاعدين في القاهره ما لهمش دعوه بالناس اللي هنا اللي قاعده متقطعه في الشمس. الناس دي مالهاش لازمه. ما ينفعش نرشح حد بعد كده. احنا بالناس دي انا ماليش على حسين ابو عمر. هو اللي بيمثلنا هنا في القاهره. الحسين ابو عمر فين في القاهره؟ بتوع المجالس المحليه قاعدين عليهم